مش معقول تبقى مالية السوق ورخيصة وسعرها حلو في متناول الجميع وما نجيبهاش ونخزنها ونعمل منها أحلى عصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الغاليين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ايه؟ هنخزن الجوافة وهنعمل منها عصير. مش هنرمي حاجة، احنا هنخزن اللحم بتاع الجوافة والبذر نرميه؟ لا طبعا. انتوا عارفين هدف قناتي ايه؟ التدبير والتوفير واعاده التدوير. حتى البذر بتاعها هنعمل منه احلى عصير. زي ما انتوا شايفين كده، انا جبت 2 كيلو من الجوافة. انا لقيتها مستوية كده، هي رخيصة وحلوة في السوق. دي كيلو وربع ب10 جنيه، وفي كيلو ونص كمان ب10. اللي هي بتاعت العصير، واللي هي يعني المستوية بتبقى حلوة ومسكرة وكل حاجة. مش لازم تجيبي الغالية وتخزنيها او تعمليها عصير. هاتي يا ستي الغالية اللي هي دلوقتي سعرها بقى بين 10 و15. هاتي للأكل كده، لكن عشان تخزني او تعمليها عصير هاتي الرخيصة بقى المستوية، والله بتبقى مسكرة وطعمها زي السكر. انا جبتها غسلتها حلو كده، بنشيل منها العنق بتاعها والحتة اللي بتبقى في البوز دي، وبعد كده بنقسمها بالنص وبالمعلقة بنقورها ونطلع منها البذور. البذور مش هنرميها، احنا هنعملها احلى عصير بلبن، جوافة بلبن، جوافة كده من غير لبن. بصي كمان الرمان دلوقتي برضو ملا السوق. برضو ممكن تعملي عصير جوافة على رمان، بيبقى لذيذ وحلو قوي ومغذي. ان شاء الله هبقى اجيب تاني واعمل لكم عصير الجوافة بالرمان. زي ما انتوا شايفين كده، بنقور كل نص كده، وبناخد البذر واللي هي بقية الجوافة بنحطهم في البولة كده. بعد ما خلصنا خالص هنجيب بقى الاكياس ونخزن فيها الجوافة اللي هي نضفناها. اعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها على قد الكيس. شوفي انت يعني عدد اسرتك كام ويكفيكوا قد ايه، وبتعملي الكيس على قده. انا عملت دول طلعوا كيسين، لان انا لسه هجيب طول ما الجوافه سعرها حلو كده انا هجيب واخزن تاني. شيلي كمان لرمضان، شيلي يجيلك ضيف وولادك كده وهما بيذاكروا تعملي لهم كوبايه العصير، شوب العصير الجوافه باللبن، حلو قوي قوي. ولو ما الرمان كمان يكتر ممكن تعملي عصير رمان على جوافة، مغذي جدا جدا وهيفيد ولادك. زي ما انتوا شايفين كده، انا عبيت كيسين، هربطهم بقى، طلعي الهوا كده وهنربطهم. لو لسه معايا بقى لحد دلوقتي فضلا وليس امرا، متنسوش تدعموني بلايك، اشتراك في القناة، متابعين الجداد، ويلا نكمل الفيديو. كده حبايب قلبي، بعد ما بطلع الهوا بربط الكيس ونبططه كده عشان ما ياخدش مكان في الفريزر اهو. نيجي بقى للبذر، هنجيب الخلاط كده، نزلنا البذر كله في الخلاط زي ما انتوا شايفين. وعندك لبن حليب حطي، عايزه تعملي بميه حطي. عندك لبن بودره، انا ما كانش عندي لبن حليب، حطيت 3-4 معالق من لبن البودره زي ما انتوا شايفين كده بفضيهم. وكمان حطيت سكر، ده حسب ما انت عايزه، تحليه بقى حسب الرغبه. انا حطيت 5 معالق من السكر عشان انا مش بحب الحاجه مسكره قوي. كمان هنجيب بقى الخلاط كده وهنضربهم لما ننعمهم. اطحني بقى كويس كده. ادينا كمان كوبايه ميه زي ما انتوا شايفين، عشان انا حاطه لبن بودره حطيت كوبايه ميه. لو انت عندك لبن حليب مش هتحطي ميه، عايزه تحطي ميه ولبن براحتك خالص، المتاح ليكي اعملي. زي ما انتوا شايفين كده بقى بنضرب البذور اهو، بنطلع منها احلى عصير جوافه، حلوه قوي قوي. وكده وفرنا وما رميناش البذر. حتى البذر ممكن تاخديه تزرعيه بعد كده لما يتصفى. زي ما انتوا شايفين كده، اضربي كويس عشان تاخدي تطحني كل الطري اللي كان بين البذور اهو. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا انا طحنتها ضربتها حلو كده في الخلاط اهي. شايفين قوامها تقيل، قوامها حلو. حبايب قلبي ما تنسونيش بقى باللايك ودعوة حلوة كده منكم، سموا الله، صلوا على رسول الله في الكومنتات، وقولوا لي من اي بلد بتتابعوني. كده بقى انا جبت الكوبايات، هصب بقى كده بنصب. بس ايه، انا لقيت المصفى دي ضيقه فهتنزل بصعوبه، فانا هشيلها دلوقتي وهجيب مصفى اوسع شويه عشان تساعدني في ان اصفي. اه
زي ما انتم شايفين كده انا بدلت المصفى بقى، جبت مصفى الخروم بتاعتها اوسع شويه، فسهلت لي في اني اصفي العصير. احنا هدف قناتي ايه زي ما انتم عارفين؟ التدبير والتوفير واعاده التدوير. ما بنرميش حاجه، الجوافه هنخزنها، بذورها هنعمل منها عصير. ان شاء الله هجيب جوافه تاني وهعمل مربى الجوافه برضو حلوه قوي ومغذيه، حاجه فاخر من الاخر يا باشا. تابعوا قناتي وما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم بكل سهوله. زي ما انتم شايفين كده انا بصفي الشوب التاني. الحبه اللي انا عملت لهم دول عملوا لي 6 كوبايات عصير، 6 شوبات زي ما انتم شايفين كده. ادتني كمان كميه حلوه اهو من العصير، حاجه فاخر من الاخر. تمنهم شوفي بقى شوب العصير الجوافه ده بكام في الكافيهات. شوفي احنا وفرنا قد ايه. انا جايبه الكيلو وربع الجوافه دي ب10، شوفي بقى ب20 جنيه جوافه. خزنا منه كيسين اهو، والبذر حتى البذر اللي طلع عملنا منه 6 كوبايات عصير. ولسه الجوافه التانية اللي خزنتها دي هتعمل لي برضو اكتر من كده. سموا الله وصلوا على رسول الله في الكومنتات، وما تنسوش اللايك. مع السلامه.